هذه وصفة معتمدة عندي لتقوية الشعر وما تخليش الشعر يطيح، ثم هي في نفس الوقت صباغة كتصبغي بها الشعر. عندنا الباربة اللي هي الشمندر محكوكة بحكاكة رقيقة وغادي نصفيها. عندنا شوية ديال القرنفل، عندنا الحنة، الكركديه رقدته واحد ساعتين. كنصفيو الباربة بهاد قطعة ديال القماش بهاد الطريقة البنات، حسب الطول ديال الشعر. البنات اللي عندها الشعر طويل غدير كمية كبيرة ديال الباربة. هادي كتسرح البصيلات يوصل ليهم الدم، هادي مهمة. الكركديه حتى هو كيعمل نفس المفعول، كيولي عنده واحد الإشراقة قوية. فوق الكركديه هاد الوصفة معتمدة عندي، راه كتقوي الشعر وفي نفس الوقت كي قلت كتخلي الشيب يتحيد، ما يبقاش اللون ديالو، كتحيد الشيب، هي صبغة في نفس الوقت. من بعد ما صفينا الكركدي غادي نضيفو واحد نص معلقة ديال القرنفل، لانه مهم كيزول الالتهابات اللي كتكون في الجلدة ديال الشعر، يحيد حتى القشرة. عندنا واحد 2 معالق ونص اولا 3 ديال الحنة، على حسب الكمية ديال الشعر اللي عندكم البنات غادي تاخدو. غادي تعملوا ديال الحنة وديال الباربة. غطيف هاد الماء ديالها، الا نشفات لكم زيدوا الماء العادي ماشي مشكل. خلطي مزيان. بعد ما صفينا الكركدي درناها فوق النار، ها هي وجدات بهذا الشكل. كتكون لون كاجو كتعطى اللون الاحمر، كيجي زوين في الشعر. البنات جربوها، كتغطي الشيب كتصبغو، وبالنسبه كتقوي الشعر قلنا. اللي تتخاف من الحنه دير الزيت، ومن الافضل زيت المريوت اللي حطيته في القناه. ها هو زيت المريوت، راه عندي الطريقه في القناه، كاينه تيك توك شورت ويوتيوب شورت، فدهنوا بالزيت هو الاول. واللي بغات تزيد تقوي الوصفه هي انها تحك بصيله البصله الحمراء وتصفيها بالطريقه اللي صفينا بها الباربه، وتوضعها في شعرها. من بعد ما تحط الزيت واحد ربع ساعة، تخليها نص ساعة في شعرها حتى تجف، ثم تضيف هاد الحنة. بالنسبة لينا حنا عندنا أمراض مناعية ذاتية ما كنستعملوش العسل. الوصفة كنت كنستعملها من زمان قبل ما نمرض، كنت كندير فيها معلقة ديال العسل ديال الليمون، كيخليها تبقى في الشعر لاصقة. هاد الوصفة كتبقى في الشعر 3 سوايع، ساعتين 3 سوايع. دابا مع الحمية ما تنخدمش العسل، ما درت فيها العسل. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش شي مشكل يديروا فيها معلقة ديال العسل. هادي راه كتخلي الشعر رائع، وكيعطي واحد اللمعان، واحد القوة، واحد النضارة، وتيفيض الشعر وتيقوى تيكتر وتيطوال. فنتمنى ان هاد الوصفة اللي عطيتكم وهاد الطريقة تنفذوها، تعملوا بها، تولي عندكم مرة في الأسبوع. راه سبحان الله غادي تشوفوا التغيير، وتغيير جذري في الشعر ديالكم.